يا لها من خواتيم، يا لها من خواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يا رب استرنا ولا تفضحنا. والله العظيم لا هي بالمنظرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات ولا بالكلمات. تتصل علي أخت مغسلة تغسل الأموات لتستفتيني في مسألة استشكلت عليها أثناء الغسل لامرأة عادية في قرية من القرى. فتقول لي الأخت الفاضلة: يا شيخ أنا أمام موقف غريب. تفضل يا أختي. قالت: المرأة يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها، ولا نستطيع أن نفصل اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لا نستطيع أبدا. قلت: سبحان الله، سلي أهلها يا أختاه، كيف ماتت؟ قالت لي: ماتت وهي قائمة تصلي، يدها على صدرها، ماتت وهي قائمة تقرأ ما يسر الله لها من القرآن. قلت: ضعي، اترك الأمر على ما هو عليه، واقطعي الثوب بحكمة ورفق، واتركي يدها هكذا، لأنها ستبعث هكذا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لا تستطيع أن ترفع اليد اليمنى عن اليد اليسرى، اتركيها هكذا. وإذ بها بعد ساعتين تقريبا تتصل بي مرة أخرى وتقول: مسألة أخرى يا شيخ. قلت: تفضلي. قالت: الكفن اللي أنا بحكفن فيه هذه السيدة الفاضلة طويل جدا بصورة ملفتة. قلت: يعني طويل؟ قالت: فيه زيادة أكثر من 1.5 متر. الكفن معروف له قطعية معينة، تقول لي الكفن زيادة أكثر من 1.5 متر، أعمل إيه؟ قلت: سبحان الله. اسأل أهلها كده تاني، اديني أي حد من الأسرة. قالت: أنا سألتهم. فردت أخت هذه السيدة المتوفية الفاضلة أو المتوفاة، قالت: أصل أختي كان لها دعوة غريبة، سيدة عادية خالص، فلاحة زي أمي وأمك، الفطرة الطيبة النقية. فبتقول كانت أختي دي لها دعوة غريبة، تدعو الله عز وجل في كل صلاة تقريبا. فقلت لها: إيه الدعوة دي؟ قالت: كانت تقول: اللهم استرني، اللهم استرني، اللهم استرني، واجعل كفني زيادة. زيادة؟ تيجي الزيادة بالحجم ده؟ واجعل كفني انت فكرت في الكفن؟ أنا فكرت في الكفن؟ انشغلت بالقضية دي، انشغلت بقضية الكفن والقبر. مش ممكن. انظر إلى صفاء ونقاء الفطرة. إنما الأعمال بالخواتيم.